النهاردة كان عندي تحدي من نوع خاص. عميل تواصل معايا وقال عايز سكيب كامل وعايز ينفذه دلوقتي حالا. طبعا احنا بنحب التحدي والمفاجآت عمرها ما بتخوفنا، وبدأنا نختار الخشب والصخور بسرعة وبنجري. بس مش اي حاجة كده وخلاص، لازم يكون في تنسيق كده ما بين القطع وما بين بعضها. الصخور اللي انتوا شايفينها ديت لونها دلوقتي رمادي، بس اول لما تنزل المية هتشوفوها بتتحول. هتلاقي فيها لمعة خضرة كده وتدرجات ما بين الأحمر والبينك، نفس الصخرة بس هتديك شكل تماما تحت الإضاءة والمية. طب والخشب؟ أيوة دلوقتي هو لونه أغمق وفي حتة تانية أفتح، بس ما تقلقش، في خلال أيام بعد ما يتنقع في المية وينزل الحوض كل القطع هتبقى بنفس الدرجة وبنفس اللون. المهم دلوقتي ان هما متناسقين مع بعض وبيكملوا بعض، وده اللي بيخلي الاسكيب يطلع طبيعي ومريح للعين. خلصنا الهارد سكيب ولزقنا الخشب في الصخور وظبطنا الزوايا بالملي واخترنا له النباتات، يعني مش عايز اقولك. وكل ده في اقل من ساعتين، والنتيجة عميل مبسوط ومندوب استلم واوردر وصل، والحوض اتبنى من الصفر للابهار في وقت قياسي. يوسف وحيد اكواسكيب ديزاينر. احنا بنحب نشتغل وبنحترم الوقت، بس عمرنا ما بنقلل من الجودة مهما كان الطلب مستعجل. بس كده، سلام.